6 أيام بس على مونديال، وفلورنتينو بيريز طلع فجر النهاردة وقال إنه هيدفع أكتر من 150 مليون يورو في صفقة، أكبر صفقة في تاريخ ريال مدريد كله. بس مش هقول لكم اللاعب مين دلوقتي. وبس استنى الجامد، فلورنتينو قفل كل الأبواب. مش هالاند ومش كين ومش دوكو ومش حد من بريمير ليج أصلاً. قال حرفياً جالاكتيكو من مستوى كريستيانو وكاكا. يعني فاضل مين؟ هتفكر معايا في الفقرة الجاية. وفي أخبار تانية تفرح، ميسي رجع يلعب كورة في تمرين الأرجنتين. عمل واحد من 3 تمارين كورة في الحصة 11 يوم بس قبل ماتش هندوراس. يعني الراجل بيتعافى ومونديال هيلعبه. والله أنا اتنفست. وخليني أوجعك برأيي. أنا شايف فلورنتينو ده بيلعب لعبة انتخابات. الانتخابات يوم 7، وكل يوم بيرمي اسم مورينيو، كوناتي، دامفريز، ودلوقتي صفقة قياسية مجهولة. ده مش تخطيط، ده عرض مسرحي. حلو الكلام ده. وعلى ذكر الأرقام، 3 لعيبة بس في منتخب مصر شاركوا 24 ماتش تحت حسام حسن: مروان عطية، محمد هاني، وتريزيجيه. مصطفى محمد بروا الأكتر مشاركة. الراجل بيبني هيكل ثابت، وانتوا فاكرين إن القايمة بتتغير كل ماتش؟ طب وانت اللي قاعد قدام أموبايل ده، الجالاكتيكو السري بتاع فلورنتينو، تفتكر هيطلع مين؟ امبابي تاني؟ فينيسيوس جديد؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.